السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم مان تو مان 1907. معانا في الحلقة دي يا جماعة عدة نقاط هنتكلم فيها بخصوص قائمة فريق النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، زائد كمان عرض صن داونز الجنوب افريقي لنجم النادي الاهلي، بالاضافه الى ابرز تصريحات المدير الفني لنادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي عن النادي الاهلي وعن مباراه الغد ان شاء الله. وزي ما ذكرنا لحضراتكم يا شباب في الحلقه السابقه ان بعثه الاهلي مكونه من 28 لاعب، وان بعثه الاهلي هتتقلص من 28 لاعب ل 23 لاعب، وبالفعل استبعد المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر 5 لاعبين وهم كالاتي: مصطفى مخلوف في حراسه المرمى، وايمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو وكريستو. وايه رايك يا صديقي في اختيارات المدرب مارسيل كولر للمستبعدين؟ وجهة نظري الشخصية يا أصدقائي إنه اختيارات مارسيل كولر تخللها بعض الأخطاء، خصوصا إنه عندك لاعبين زي طبعا برونو سافيو اللاعب البرازيلي، زي شادي حسين، لاعبين مهمين جدا، خصوصا إنه في مراكزهم الأهلي لا يتوفر على البديل الجاهز بشكل خاص. لاعب طبعا زي برونو سافيو ما عندكش حد بديل لمحمد مجدي قفشه يقوم بالدور اللي بيقوم بيه مجدي قفشه بنفس الكفاءه والفعاليه في مركز 10 طبعا. زائد كمان يا صديقي المركز مركز 9، طبعا ما عندكش غير محمد شريف في هذا المركز، وكمان محمد شريف في الاساس مركزه الاساسي طبعا المركز 11 المركز الجناح. وزائد كمان انه اللاعب طبعا لاعب يمتاز بالقوه البدنيه حتى وان لم يقدم شيء جديد للنادي الاهلي حتى الان، ولكن طبعا كانت ممكن تكون انطلاقه كويسه ليه بطوله كاس العالم للانديه، ان هو يقدر يثبت انه حقيته وجدارته بان هو يكون مهاجم للنادي الاهلي اثناء طبعا وخلال الموسم الحالي ان شاء الله. لكن في النهايه بتبقى وجهه نظر فنيه، احنا اتنين من جمهور النادي الاهلي بنتكلم، فطبعا في النهايه بترجع للمدير الفني، هو اللي بيختار اللعيبه وهو اللي يقدر يوظف اللعيبه بالشكل الامثل، خصوصا طبعا مع توالي المباريات هو يقدر ان هو يلعب بكذا لاعب في اماكن مختلفه وفي مراكز مختلفه، فطبعا دي وجهه نظر فنيه وتحترم. يعني في النهايه احنا بندعم النادي الاهلي في اي شكل يعني وفي اي صوره مع احترام وجهات النظر الفنيه للمدير الفني. وزي ما احنا عارفين ان شادي حسين بيمتاز بالقوه البدنيه وفريق اوكلاند سيتي بيمتاز بالقوه البدنيه، فانت فعلا كنت هتبقى محتاج شادي حسين في مباراه على الاقل زي مباراه اوكلاند سيتي. اكيد طبعا يا صديقي، اكيد ده كلام طبعا مظبوط. وطبعا سافيو بديل لقفشه، لان القندوسي كان هيبقى هو البديل لقفشه، والقندوسي مع منتخب الجزائر في افريقيا للمحليين، فبالتالي انت ما عندكش غير محمد مجدي قفشه في المكان ده، وده من وجهه نظري خطا فادح استبعاد برونو سافيو. يعني هو بشكل كبير هيكون ليه تأثير على خط وسط النادي الأهلي وخصوصا مركز 10، لكن في النهاية المدير الفني أكيد ليه رؤية معينة مختلفة طبعا تحترم أكيد قبل أي شيء، لكن في النهاية وجهة نظر المدير الفني هي إن هو طبعا هيتحمل القرار طبعا المسؤولية هو قائد السفينة لفريق الأهلي، فهو اللي هيتحمل الوقاء على عاتقه في الجزئية الخاصة طبعا باللاعبين المستبعدين، وهو طبعا صاحب القرار الأول والأخير في هذه الحالة. زي ما حضراتكم عارفين إن النهارده كان المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق النيوزيلندي أوكلاند سيتي، والنهارده مدرب أوكلاند سيتي اتكلم في بعض الإحصائيات وبعض اللعيبة في النادي الأهلي اللي عجبته، فأحمد هيعرفنا بعض النقاط اللي اتكلم فيها المدير الفني للفريق النيوزيلندي. المدير الفني لنادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي يا صديقي هو كان اساسا لاعب في الفريق النيوزيلندي حتى اعتزاله طبعا اللعب، وتولي المهمه الفنيه الاداره الفنيه للفريق. طبعا المدير الفني البرت رييرا فيدال صرح ببعض التصريحات اللي تخص النادي الاهلي من خلال طبعا مشاهدته للاعبين ومشاهدته للفريق بشكل عام، وابدى اعجابه طبعا ببعض اللاعبين، ابرزهم كان طبعا اليو ديانج اللي قال عنه ان هو لاعب محوري في الفريق. زائد كمان ان هو ابدى انبهاره بظاهرين جنب في النادي الاهلي، طبعا لاعبنا الكبير علي معلول، زائد كمان محمد هاني، واشاد بيهم اشاده طويله يعني قال فيها ان هم عندهم قدره هائله في مط اللعب
زائد كمان لعب ثنائيات على الخط طبعا في الاجناب. كمان ابدى اعجابه بعمرو السوليه لاعب خط وسط النادي الاهلي، وقال ان هو بيساعد ديانج في كثير من الاحيان. زائد كمان انه اتكلم عن اللاعب البرازيلي برونو سافيو، وقال ان هو يمتلك القدره على الظهور عندما لا تتوقعه نصا يعني. لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين كولر ليه راي اخر. كولر كان اكيد ليه راي مختلف خالف التوقعات كلها باستبعاد اللاعب البرازيلي برونو سافيو ومن قائمه الفريق. زائد كمان ان هو ابدى اعجابه الشديد بكولر كمدير فني للنادي الاهلي، وقال انه مارسيل كولر مدير فني يمتلك خبره كبيره طبعا، زائد انه يمتلك الحنكه في التعامل مع المباريات الكبرى، عارف اللي هو بيعمله، عارف ازاي يتعامل مع الضغوطات، خصوصا ان هو في فريق بيلعب تحت ضغوطات كبيره، وانه مش من السهل ابدا انه يكون مدير فني لنادي زي الاهلي بيلعب تحت الضغوطات دي. وكمان ابدى اعجابه الشديد بطرق اللعب الخاصه بالفريق، وقال ان هو فريق بيمتلك عقليه انتصاريه بشكل دائم. وقال ان كولر كمان بيمتلك مرونه تكتيكيه، ان هو بياخد كل مباراه على حده، هو الاول بيدرس المنافس دراسه جيده، ومن هنا بيقدر يحدد هيلعب بأنهي طريقه قدام المنافس اللي هيواجهه. من خلال متابعتنا لبعض المباريات للفريق النيوزيلندي قدرنا نعرف افضل طريقه بيلعب بيها، وممكن احمد يقول لنا الطريقه اللي بيلعب بيها. طريقة لعب الفريق النيوزيلندي بتعتمد طبعا على الطريقة الاسبانية الشهيرة التيكي تاكا، ودي بتمتاز طبعا بعدة عناصر، من اهمها طبعا التمرير من قدم لقدم والاستحواذ على الكورة والضغط السريع عند فقدان الكورة اللي هي معروفة طبعا بالسيكس سكند بول، ودي طبعا المشهور بيها طبعا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا. والطريقه دي طبعا هتكون صعبه جدا في التعامل معاها بالنسبه طبعا للنادي الاهلي، لان طريقه لعب النادي الاهلي شبيهه لطريقه لعب الفريق النيوزيلندي، بالرغم ان هم كمان عندهم ميزه انه اللعيبه طبعا عندهم اطوال وقوه بدنيه كبيره، قوه بدنيه عاليه. فده هيكون طبعا هيسبب صعوبات كبيره لفريق النادي الاهلي ولخيارات مارسيل كولر في التعامل مع الخيارات المتاحه امامه للتعامل مع الصعوبات اللي هتقابله في مباراه اوكلاند. وده طبعا هنسيب لحضراتكم طبعا المشاركه في التعليقات بانه هل مارسيل كولر هيقدر ان هو يتعامل مع الصعوبات اللي هتقابله في مباراه اوكلاند سيتي، وهي مباراه تمهيديه طبعا من الدور التمهيدي في بطوله كاس العالم للانديه، وتخطي عقبه اوكلاند سيتي ام لا. دي طبعا هنسيبها لكم في التعليقات، تقدروا تشاركونا بارائكم. ومعانا خبر النهارده من موقع SABC سبورت الجنوب افريقي، واللي ذكر فيه انه نادي سان داونز ميلودي سان داونز الجنوب افريقي تواصل النهارده مع النادي الاهلي لبحث امكانيه انتقال اللاعب الجنوب افريقي بيرسي تاو لصفوف فريق سان داونز مره ثانيه بنيه البيع او الاعاره. طبعا اللاعب الجنوب افريقي انضم للاهلي الموسم الماضي في بدايته، زائد كمان انه اللاعب طبعا لم يقدم المردود بالظبط لكثره اصاباته، واللاعب طبعا كان جاي، الناس كلها عارفه اللاعب كان جاي من نادي برايتون هوف البيون الانجليزي، فلاعب دوري انجليزي، لاعب لديه خبرات في اوروبا طبعا، خصوصا انه لعب لاكثر من نادي في اوروبا طبعا زي نادي اندرلخت البلجيكي ونادي كلوب بروج البلجيكي ايضا. اللاعب طبعا سبق ليه انه لعب في نادي سان داونز، خصوصا ان هو من ناشئي النادي وتم تصعيده للفريق الاول سنه 2013. اللاعب عقده مستمر مع النادي الاهلي حتى صيف 2024، وده طبعا هيدي النادي الاهلي سماحيه في التفكير في العقد وعدم الاستعجال وعدم التعجل في سرعه الرد على نادي سان داونز، وخصوصا اننا في ساعات الميركاتو الاخيره، وكمان ان اللاعب بيشارك مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. برايك يا صديقي، هل النادي الاهلي هيستغني عن خدمات بيرسي تاو خلال الوقت الحالي؟ من وجهه نظري النادي الاهلي هيرفض العرض ده رفض تام، لاقتناع المدرب الاهلي مارسيل كولر باللاعب اقتناع تام، وشايف ان هو لاعب مفيد، بس المشكله عند اللاعب هي كثره الاصابات،
لو قدروا يحلوا مشكله الاصابات فبالتالي اللاعب هيبقى مفيد للاهلي. وانت شفت المباريات القليله اللي اللاعب لعبها مع النادي الاهلي قدر يكون فعال بصوره كبيره يعني. دي بصمه وفاعليه في الملعب، زائد كمان انه النادي الاهلي ممكن ياجل التفاوض مع نادي صن داونز حول انتقال اللاعب طبعا لحد الصيف لنهايه العام بالظبط، لحد الانتقالات الصيفيه القادمه. وده طبعا الحكم على قدر اللاعب يثبت نفسه هيكمل في الاهلي، ما قدرش هيبيعوه اكيد يعني. بالظبط. كان هيحصل النهارده مشكله يا شباب بسبب البطاقه الدوليه للاعبنا المنتقل حديثا للنادي الاهلي احمد القندوسي. باختصار يا شباب، كابتن امير توفيق خاطب الفريق الجزائري ان هم يرسلوا البطاقه الدوليه للاعبنا احمد القندوسي. فالاتحاد الجزائري رد على امير توفيق قال له انا مش هقدر ارسل لك البطاقه الدوليه لان اللاعب بيلعب في منتخب الجزائر حاليا، ولو ارسلت لك البطاقه الدوليه فبالتالي اللاعب مش هيبقى محلي لان هو بيشارك في بطوله افريقيا للمحليين، فبالتالي مش هقدر ارسل لك البطاقه الدوليه حاليا. فامير توفيق طبعا اتبرجل، فراح للكابتن عبد القيعي قال له يا كابتن عبد القيعي حصل كذا. فالكابتن عبد القيعي قال له اطلع على الاتحاد الافريقي اسالهم في الموضوع ده وشوف هيرد عليك يقولوا لك ايه. طلع امير توفيق على الاتحاد الافريقي قال لهم لاعبنا بيلعب في منتخب الجزائر للمحليين، وهل لو بعتوا لي البطاقه الدوليه هل ده هيمثل مشكله لمنتخب الجزائر؟ قالوا له لا، احنا بناخد يعني بدايه اللاعب كان لاعب محلي اول ما البطوله ابتدت، فبالتالي اللاعب شارك وهو محلي، فاي حاجه ما بعدها ليس لها قيمه يعني. فبالتالي قال لهم انا عايز خطاب رسمي بيقول ان اللاعب من حقه ان هو يجي النادي الاهلي وما فيش مشكله بالنسبه للمنتخب الجزائري. فالاتحاد الافريقي ادى كابتن امير توفيق خطاب رسمي يفيد ان اللاعب ما فيش مشكله لو لعب مع النادي الاهلي، وخد الخطاب وارسله لاتحاد الكوره وخلاص ما فيش مشكله. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده في برنامجكم مان تو مان 1907. انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.